جوه الملعب الاداء اتحسن طبعا، مش هنكر، بس لو انت من الناس اللي بتنسى بسرعه اللي اتعمل فيها بره الملعب فاعتقد ان انت هتحتاج تنفض للحلقه دي وتجيلنا الاسبوع اللي جاي عشان الكلام اللي هقوله مش هيعجبك. واتعادلنا مع المصري في عودة ديربي القناة الموسم ده، او عشان ابقى دقيق في 20 دقيقة بس من عودة ديربي القناة الموسم ده. كانت اهم ملامح التشكيل الاساسي هي عودة مركز شباب الموقوفين بقيادة الراجل اللي كان عايز ياخد موقف، علشان كده قرر ان هو يطلع من الاسماعيلية باعجوبة، بالرغم من انه رجع ولعب الماتش جوه اسماعيلية من غير ما يبقى فيه اي اعجوبة خالص. اما تقنيا فاللي شفته في وجهة نظري ان التشكيل الاساسي السيد خالد القماش يغلب عليه طابع ان انا عايز اسيطر على نص الملعب. ما هو اكيد بمحمد فتحي وعماد حمدي وحسني عبد ربه اللي مهما اقنعنا ان هو هيبقى مهاجم ميزاته الاساسيه دفاعيه، مش داخل يعمل اوفرات يعني. فمحاوله السيطره على خط النص دي كانت البدايه، وفي وجهه نظري كانت هتنجح لو كنا احنا او هم عرفنا نلعب اكتر من 5 دقائق على الارض في الماتش. خلينا نبدا المباراه دي من نهايتها. طرد محمد فتحي، الاسماعيلي بيلعب ب10 لعيبه. طب ليه ما حسيناش بالنقص ده؟ في رايي ما حسيناش بالنقص ده لان المباراه كانت، وانا مؤدب قوي في التعبير اللي جاي ده، اساءه لصوره الكوره المصريه. تخيل انت بقى لما يوصل ماتشك لدرجه انه مسيء لكوره زي كورتنا المصريه، لا الخصم بيستغل نقصك ولا انت حتى وانت كامل كان عندك بديل عن الكور الطويله الدارتنج رانز اللي جابت لك الجول. 20 دقيقه مجمعه اتقسموا ل 15 في اول المباراه و5 في الشوط الثاني هم اللي اتحركت فيهم الكوره، والباقي ده راح في اصابات، وراح في خناقات مع الحكم، وراح في فاولات، وراح من عمرك ومستحيل ترجعه تاني. وجهة نظري برضو شايف ان المباراة دي ليها ايجابية واحدة بس، وهي ابراهيم حسن. لا يا ابو لسان طويل، مش عشان الجون بس وخلاص. في وسط 21 لعيب كانوا فاقدين الدافع علشان يعملوا اي حاجة، كان طبيعي اللي عنده استعداد يتحرك بدون كورة ويعمل مجهود في اسيست يضيعه زميله بالشكل ده، ويرجع كمان يأدي واجبه الدفاعي انه يتكافئ بجول رائع بالشكل ده. بس كالعادة الفرحة في ايد الاسماعيلاوي عجبة الايام دي. تقوم بالسلامة يا دي ماريا. اما بالنسبه للسلبيات فاكيد مش هقولك للمره العاشره ان احنا ما زلنا بنتراجع في الشوط الثاني وبنلبس اهداف ملهاش اي لازمه، بس لو في سلبيه ما اتعملتش قبل كده في الاسماعيلي وجديده المره دي فهي في وجهه نظري عوده الاصابات بغباوه، بعيدا عن اي لعيب كان بيقع من عندنا او من عندهم عشان يضيع وقت. كميه الوقوع الحقيقي وخروج 2 من اهم عناصرك الاساسيه للاصابه من المباراه ومكلفينك تغييرين مهمين جدا، فده معناه ان احنا كنا بنأهلهم بدنيا فين؟ في الساحه. 10 دقائق للاسماعيلي مقابلها 10 دقائق للمصري، كانوا مجمل مباراه كان فيها 70 دقيقه الكره واقفه ميته ما فيهاش اي متعه. كان في رايي تقسيمه المباراه دي واداء كريم بامبو واحمد جمال محتاج تبص عليه قبل ما تقول لي بلاش كلام فارغ، انت في عصر الاحترافيه ومحتاج تدعم اللعيبه اللي في منهم حلف ان هو مش هيلعب للنادي ده تاني. كالعاده الكلام عن التحكيم في الشو ده ملوش اي مبرر، والقاعده الذهبيه بتاعه التحكيم بتاعه الكره لونها اصفر اكيد انت لسه فاكرها، لو مش فاكرها بص في الكومنتات. بس انا كنت عايز اقول حاجه بره الملعب وبره الاداء خالص بالنسبه للحكم هشام عبد الحميد اللي حكم المباراه دي. كابتن، في فرق بين قوه الشخصيه وبين التشنج، واضح جدا من اللقطات اللي جايه دي ان حضرتك محتاج تتعلم تاني الفرق ده. وفي الاخر من الاخر انت كاداره نادي الاسماعيلي كان عندك ازمه، اللعيبه نفضت لك وتمردت، قلت تحتوي غضب الجماهير وتقول ان انت هتكمل بالناشئين لغايه بدايه الموسم واعلنت ده رسميا. طب خدت راي المدرب ولا فرضتهم عليه وخلاص؟ وطبعا لما المدرب رفض الفرضيه دي او ما قدرش ان هو يلعب بيها قمت مرجعهم كلهم من الايقاف، وانت عارف ان عدم اللعب هو اكتر حاجه بتوجع اللعيب اكتر من الفلوس حتى، فخسرت عدد مش قليل من الجماهير. خلال الشهر اللي فات ده كله كان موقف واضح قوي من المواقف اللي بتتعرض لها اداره اي نادي عشان تثبت شخصيتها، موقف ما كانش فيه مفر من انك هتخسر حد علشان تكسب الباقي. يا لعيبه يا مدرب يا جمهور، قمت انت بكل براعه وابداعيه خسرت ال3 دول وعليهم الناشئين اللي انت عشمتهم ان هم يلعبوا، وفجاه برافو اداره ابو السعود، ليفل جديد في العك بصراحه. وسؤال الاسبوع علشان اقفل موضوع التمرد ده لانه بيرفع لي ضغطي كل حلقه بضطر ان انا اتكلم عليه. في رايكم المصالحه مع اللعيبه وتكمله الموسم بيهم قرار صحيح، ولا كان الصح ان هم يتوقفوا ويتلعب زي ما اتقال بالناشئين مهما كانت العواقب؟ وسؤال اضافي حاول تفكر فيه قبل ما تجاوب عليه، حط نفسك مكان مجلس اداره ابو السعود وقول لي ايه هي رؤيتك للصيف الجاي. بعيدا عن كلام الاطفال اللي على الفيسبوك ده، انا ما عنديش اي مشكله مع النادي المصري، بالعكس انا كان نفسي اشوفه، وكان نفسي اشوف فريقي اللي كانوا بادئين الموسم، فريقين اللي كانوا في لحظات مختلفه من الموسم شبه
شبه ضامنين المركز الثالث وبيحاربوا على المركز الثاني كمان. للاسف واضح ان الكحكه مش بس في ايد الاسماعيلاوي عجبه، لا كمان في ايد المصري عجبه. لو انت بتشجع المصري وبتتفرج على الفيديو ده، جود لك في بقيه الموسم، او على الاقل ان انت تقدر ترجع مستواك اللي بدات بيه الموسم ده وما يحصلش مشاكل اكتر من كده. ولو انت كالعاده بتشجع الاسماعيلي وبتتفرج على الفيديو ده، فربنا يجمعني انا وانت باذنه الاسبوع الجاي على حب الاسماعيلي.